السلام عليكم ومرحبا بكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بهذا الطبق الاقتصادي اللي خدمته لكم غير بربع صدر تاع الدجاج وراس تاع شي فلور صغير. وشوفوا لي تحصلت على طبق راقي وبزاف بنين. ويعني كاين بزاف الاطفال اللي ما ياكلوش شي فلور راح ياكلوه يعني بلا ما يفيقوش راهم ياكلوا ويجيهم ثاني بنين. قبل ما نبدا في الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، ما تنسونيش باشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد قناتي. وما تنسونيش بجام او كومنتير هكا باش يطلع الفيديو تاعي لاكبر عدد من المشاهدين. نبداو بسم الله في الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. عندي لهنا راس تاع شي فلور صغير، قطعته كيما راكم تشوفوا، اغسلته وراح نفورو. لهنا ضروري تفوروه ما تغلوش هكا باش ما يرفد لكمش الماء. حطيت القطع تاعي تاع شي فلور في كسكاس كيما راكم تشوفوا وراح نديه يفور. نجيب له هنا طنجره صغيره، حطيت فيها حوالي 3 ملاعق تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، درت كميه هكا قليله مع نصف ملعقه كبيره تاع السمن. وعندي لهنا ربع صدر تاع الدجاج راح نحي منه قطعه صغيره فقط، نحطها نقلي بها يعني المريقه تاعي، والباقي راح نرحيه يعني راح نحتاجه في الاخير. نحط حوالي حبة بصل تكون صغيرة، قطعتها هكا قطع صغيرة، ولا ديروا نص حبة تكون كبيرة. زدت ضفت كمية تاع الثوم مسكرفجة، حوالي 3 فصوص يكونوا متوسطين. وراح ندي البصل تاعي حتى كي يذبل لي بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا على نار تكون قليلة باش ما يتحرق لكمش. لهنا كانت عندي طماطيش كنت درتها يعني رحيتها ودرتها في الكونجيلاتور. حطيت قطعة يعني حوالي حبة طماطيش تكون كبيرة، وضفت لهم نصف ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، نصف ملعقة صغيرة تاع فلفل أسود، ونصف ملعقة صغيرة تاع راس الحانوت، وشوية تاع الملح أكيد. وراح نحط الطنجرة تاعي فوق النار كما قلت لكم على نار تكون قليلة، ونخلي المكونات تاعي يتقلاو مليح مليح كيما راكم تشوفوا. فوالا باش تجي لاصوص تاعنا بنينه بهذه الطريقه. لهنا الطماطيش تاعي كما قلت لكم راهي طايبه يعني ماشي شرط تذوب لي كامل. حطيت لهنا الحميصه باش تتقلى لي مع هذوك المكونات. انا الحميصه تاعي راهي نص طياب، راح نخليها تزيد تكمل طياب تاعها في هذه المريقه. مرقت لهنا بالماء سخون ونخلي لاصوص تاعنا طيب. من جهه واحده اخرى كان شي فلور تاعي طاب لي. لهنا شي فلور تاعكم ما تخلوش حتى كي يطيب يتحرحر كامل، يعني طيبوه غير نص طياب. كيما راكم تشوفوا راح نعبزو هكا بالفرشيطه، يعني راح يبقى لي هكا قطع صغيره ما راحش يتعبز كامل. تشوفوا كيما راكم تشوفوا راح يبقى لي شغل هكا قطع صغيره. فوالا نعبزو هكا مليح بالفرشيطه ولا بهذيك الاداه اللي نرحيو بها البطاطا كيما راكم تشوفوا. نضيف لهنا هذاك الدجاج اللي كنت اشيتو. نزيد نحط نص حبه بصل تكون كبيره مقطعه قطع صغيره. البصل تاعكم ما ترحوش بزاف باش ما يطلق لكمش الماء. نزيد نحط هذيك الكميه تاع الثوم اللي بقات لي مع شويه تاع الكركم، شويه فلفل كحل، وشويه كيري تاع الدجاج، والملح. نزيد نحط لهنا 3 قطع تاع فرماج المثلثات. الفرماج اكيد يبقى اختياري، تقدروا كامل تستغناو عليه، مي اكيد راح يعني يزيد لكم بنه هايله لهذا الخليط تاعكم. حطيت كميه تاع المعدنوس مقطع، وشويه تاع جبن الشيدر. لهنا كان راح لي المقطع حطيت ملعقه تاع لا شابلور، وزدت راني حطيت ملعقه واحده اخرى، يعني حطيت 2 ملاعق كبار تاع لا شابلور وحبه تاع البيض كيما راكم تشوفوا. وراح نخلط هذه المكونات تاعي مليح بيدي، اكيد ما راحش نخلط بالملعقه ولا، باش يتجانسوا لي هذوك المكونات مليح ويعني يتخلطوا مع الشفلور تاعنا. شوفوا لي كيفاش راني نخلط، يعني نخلط وفي نفس الوقت راني نعبس في هذوك المكونات بيدي بهذه الطريقه هكا باش نضمن باللي كامل المكونات تاعي ندمجوا مع بعضهم باش كنشكل هذوك الكريات يدينا يعني خليط واحد.
هنا ملاحظه، اذا شفتوا الخليط تاعكم جاكم شويه جاري، زيدوا ضيفوا شويه تاع لا شابلور، واذا شفتوه مازالو ناشف تقدروا تضيفوا ثاني شويه تاع البيض، يعني عينكم ميزانكم. جبت لهنا شويه تاع الفارينه، ودرت يعني شويه تاع الزيت في يدي هكا باش كي نشكل الكريات تاعي راح يتشكلوا لي بشكل شباب، ويجي السطح تاعهم ليس، ما يجيش يعني كامل مخربش من الفوق كيما راكم تشوفوا. يعني كي نشكل الكريات تاعي الشكل تاعهم كيما راكم تشوفوا، شوفوا يدينا ليس يعني. فوالا الكريات تاعكم ما تشكلوهمش صغار بزاف، كيما ما تشكلوهمش يعني كبار بزاف، يكونوا هكا الشكل تاعهم متوسط. حطيت هكا كميه في الفارينه، ونبدا ندير في هذه الحركه باش يترمدوا لي في الفارينه. من بعد نسي ننفض هذيك الفارينه مليح باش كي ندير الكريات تاعي يطيبوا، يعني ما تتعمرش الزيت تاعي بالفارينه. بهذه الطريقه سيو تنفضوا كامل هذاك الزائد تاع الفارينه بهذه الطريقه. فوالا وفي هذه الأثناء أنا درت الزيت تاعي يعني تسخن، كنت حطيت كمية مليحة تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، على نار تكون متوسطة، ما تزيدوش للنار تاعكم باش الكريات تاعكم يطيبوا غير في غرضهم. كيما كنتوا شفتوا يعني الدجاج ما راهوش طايب، ضروري نقصوا النار هكا باش يطيب لنا مليح. فوالا وشوفوا كيما راكم تشوفوا يعني الكريات تاعنا ما راح يلصقوا لكم، ما راح يتفتحوا ما والو، ويجي الشكل تاعهم بزاف هايل. فوالا نقلبوهم مليح كي يتحمروا لنا يعني من جهه، من بعد نزيدو نخلوهم يتحمروا من جهه واحده اخرى ونحوهم. وشوفوا لي يعني اللون تاعهم كيفاش جا بزاف هايل. سيو ديروا لهم اللون تاعهم هكا دوغي، ما تحمروهمش بزاف بهذه الطريقه. وهذو هما الكريات تاعي بعد ما طابوا لي كامل. شوفوا يعني تحصلت على كميه كبيره غير بربع صدر تاع الدجاج، ويعني راس صغير تاع شيفلور. شوفوا هنا راني نوري لكم يعني الشكل تاع الكريات تاعي، يعني دا اللون تاعهم بزاف هايل، يعني الشكل تاع الكريات ثاني شباب. جبت لهنا المريقه تاعي بعد ما طابت، لهنا اذا كانت بردت لكم عاودوا سخنوها مليح كيما راكم تشوفوا، لهنا راهي سخونه. راح نحط فيها هذوك الكريات، نخليهم حوالي 5 دقائق باش يعني يتشربوا لي شويه. فوالا نسي نغطس الكريات تاعي في هذيك لاصوص بهذه الطريقه، ونخليهم حوالي 5 دقائق كما قلت لكم يتشربوا شويه، من بعد تقدروا تقدموهم مباشره. وهذا هو الطبق تاعي كما راكم تشوفوا راهو واجد. شوفوا لي شحال جا شباب، يعني طبق راقي وبزاف بنين. وكما قلت لكم يعني كاين بزاف اللي ولادهم ما ياكلوش الشيفلوغ كيما انا، يعني الشيفلوغ وحده مستحيل ياكلوه. عليها ديما ندير يعني هذه الطريقه، سواء بلا صوص بلونش اللي كنت شاركته معكم يعني في فيديو سابق، ولا بلا صوص هكا حمراء ثاني يجي بزاف بزاف بنين. وشوفوا الكريات تاعي يعني جو طريين ما شاء الله، وبواحد البنه تحفه تحفه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. ما تنسوش اذا جربتوا هذا الطبق تخلوا لي رايكم فيه في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، سلام.